أنا لم أترك كرة القدم. كرة القدم هي التي تركتني. السلام عليكم يا أحباب، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في صفحتنا كورة جول. ده فيديو جديد من سلسلة فيديوهات حقائق في كرة القدم. في عالم الكورة قليل جدا لما تشوف لاعب عنده كل حاجة، قوة بدنية مرعبة، سرعة، مهارة، وتسديدات كأنها صواريخ. اللاعب اللي في الفيديو ده لاعب كان المدافعين بيخافوا منه، وحراس المرمى كانوا بيتمنوا انه ما يشوطش، ومدربين الخصم كانوا بيدخلوا الماتش عاملين له 1000 حساب. اللاعب ده هو أدريانو، أو زي ما العالم كان بيناديه الإمبراطور. أدريانو بدأ رحلته من أحياء الفقر في ريو دي جانيرو في البرازيل وسط ظروف صعبة جدا، لكن الكورة كانت طريقه الوحيد للخروج. وبدأ رحلته مع الكورة في أكاديمية فلامينجو. موهبته كانت واضحة من البداية، وظهر مع الفريق الأول سنة 2000 وسرعان ما خطف أنظار أوروبا. وانتقل إلى إنتر ميلان في 2001، ولكن لأنه كان صغير تم إعارته لفريقين في إيطاليا هم فيورنتينا وبارما. وانفجرت موهبته في بارما، وهناك بدأ العالم ياخد باله منه فعلا، والناس كلها وقتها قالت دي النسخة الجديدة من رونالدو. عشان بعدها يرجع على الإنتر، وهناك تبدأ الفترة الذهبية في مسيرة أدريانو. لقبوه هناك بالإمبراطور، وده لأن حرفياً ما كانش حد يقدر يوقفه. كان بيسدد من أي مكان في الملعب، وكان بيسجل باليمين والشمال وبالراس. كان قوة بدنية جبارة ومخيفة. وفي موسم 2004-2005 فاز مع الإنتر بالعديد من البطولات، وسجل 28 هدف، وكان ضمن أفضل 3 مهاجمين في العالم. وعلى الناحية التانية مع المنتخب فاز بكوبا أمريكا، وسجل هدف قاتل ضد الأرجنتين في النهائي، وكان هو هداف البطولة، وتم اختياره أفضل لاعب في البطولة. أدريانو كان حرفياً مهاجم جبار، أهدافه كانت مرعبة، وتسديداته كانت بتقطع الشبكة حرفياً. وفي فترة من الفترات ناس كتير كانت شايفاه خليفة رونالدو الحقيقي، وكان مستقبل منتخب البرازيل بين إيديه. ما كانش فيه لاعب أو مدرب في الوقت ده يقدر يوقف أدريانو في الملعب، لكن اللي وقف أدريانو حاجة تانية خالص. مكالمة تليفون مختصرة، والدك اتوفى. المكالمة دي كانت كفيلة تغير مسيرة أدريانو تماما. بعدها أدريانو اتغير تماما، اكتئاب شديد، شرب كحول، فقدان شغف، زيادة وزن، وغياب متكرر عن التدريبات، واختفاء مفاجئ. وكل ده انعكس على مستواه جدا. الفريق حاول يساعده ولكن دون جدوى، كأن جزء من أدريانو مات مع والده. وعام 2009 أدريانو فسخ عقده مع الإنتر عشان يرجع البرازيل مع فريق فلامينجو. وحاول بعد كده أدريانو يرجع زي ما كان، وانتقل لعدة فرق منها فريق روما الإيطالي، ولكن كان دون جدوى. أدريانو مرجعش تاني. أدريانو ما ضاعش بسبب قلة موهبة، ضاع لأنه انكسر نفسيا. أدريانو ليه جملة معبرة بيقول فيها: أنا لم أترك كرة القدم. كرة القدم هي التي تركتني. قصة أدريانو بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، إن حتى أقوى الناس ممكن يكونوا بيحاربوا معارك محدش شايفها. عشان كده بنقول إن مهما كان حجم موهبتك ودرجة نجاحك، في ناس بتشارك النجاح ده معاك، ووجودهم معانا مهم جدا ومؤثر في حياتنا. وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.